عاد الفارس الذي اعتقدنا أنه صار ذكرى، تورغوت ألب، لكن هذه المرة ليس كما نعرفه. تورغوت ألب، الاسم الذي دوى مع صرخات الفتح، وسيفه الذي رافق المؤسس للإمبراطورية عثمان بن أرطغرل الذي انتظرناه طويلا، واليوم يعود تورغوت، لكن خلف عودته أسرارا تتجاوز خيال المسلسلات. بالحقيقة تورغوت ألب لم يكن مجرد محارب عادي، كان الذراع اليمنى لعثمان وصاحب راية من أهم رايات جيشه، فتح معه أهم القلاع. تورغوت كان قائدا فذا، حتى أن عثمان نفسه أوصى أن تكون له بعض الأراضي التي فتحوها تحت إدارته الشخصية. لكن التساؤلات: هل سنرى تورغوت الذي حمل راية عثمان، أم أن الأحداث ستأخذه في طريق آخر؟ وهل يظل وفيا للميثاق القديم، أم أن للزمان أحكامه؟ عودة تورغوت ليس مجرد حدث عادي، إنها لحظة فاصلة بين ماض عظيم ومستقبل ينتظر الإمبراطورية بشكله الحديث. هل أنتم مع عودته بشخصيته الحالية في بدايات تأسيس الدولة العثمانية؟ بينما كان عثمان يحلم بإقامة دولة عظيمة، كان تورغوت في قلب كل معركة مقدام. كان تورغوت في قلب كل معركة لا يعرف الخوف، ويضرب برمحه قبل أن ينطق العدو بكلمة. فهو لم يكن مجرد محاربا، كان وفيا حتى آخر قطرة دم. ويذكر أن عثمان أهدى له بلدة إيناغول تكريما لشجاعته وتفانيه. فهل تتخيلون مكانته؟ ومع إعلان عودته يبقى السؤال المحير: هل يعود كما عرفناه محاربا مخلصا، أم بشخصية أخرى؟ هناك تلميحات أن شخصية تورغوت القادمة قد تكون أكثر غموضا وأكثر شراسة، ربما أقل خضوعا للولاء الأعمى. لكن هل سنشهد صراعا خفيا بين الصداقة والسلطة؟ هل يصطدم تورغوت يوما بعثمان بسبب القرارات الصعبة؟ عودة تورغوت ليست مجرد إضافة للمسلسل، بل إنها روح المعركة، وهي عودة الذراع الذي رفع لواء الغزو بجانب أرطغرل، والآن يقف بجانب عثمان. تابعونا في قصة وحكاية من حكايات عثمانية، نروي لكم القصص عن دهاليز الدولة العثمانية ومحاربيها وسلاطينها، فتابعونا فيما هو قادم.